فلسطين، القدس، المسجد الأقصى. لأجلك استرخصت الأرواح، ومن الكفن نسج العشاق ثوب الزفاف. لأجلك يا قدس رجال رفعت أقدامها هنا، فبوركت من أقدام وبورك ممشاها. تنتظر غدا ليكون إليك الممشى، وفوق ترابك المرسى، لتصلي ركعتين بمسجدك الأقصى. هذه المسيرة يخرج فيها الشعب المغربي يدا واحدة لكي يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني، وأنه معه قلبا وقالبا في محنته. الشعب يريد تحرير الأقصى، الشعب يريد تحرير الأقصى. أيا أرضا إليها أسري الحبيب أحمد، وبالنبيين والرسل الكرام كان الإمام الأفدى. ومن الصخرة المعطرة بقبلة من نعله الشريف، كان معراجه إلى رب السماوات العلا. يا الله يا الله نصرك نصرك يا الله، يا الله يا الله نصرك نصرك يا الله. يا صهيون يا ملعون، فلسطين لن تهون. يا صهيون يا ملعون. فنحن مع القدس ومع فلسطين، وهذه القضية حية في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وفي قلوب كل الأجيال. بركات ربي عليك يا أقصى، وعلى قلوب أبناء الأمة ما مثلك يهون. القدس شي حاجة اللي نعطوها دمنا ونعطوها أرواحنا ونعطوها نفوسنا، ونحن قد اللي عطيناها ما أدينا شي ما وشوي. ولأجلك الدمع قد تحجر بالعيون، وكحل الأرق والسهاد كل الجفون. فإن كانت جغرافية المكان مغربية، فالروح اليوم هنا مقدسية، والهمة غزية، والإرادة فلسطينية، والتربية ياسينية. تأتي هذه المسيرة لتنبه الكيان الصهيوني، تقول له إياك أن تظن بأن هناك شيء يمكن أن يشغل الأمة العربية والأمة الإسلامية عن أم قضاياها وعن قلب قضاياها، القدس وفلسطين. على أرض المغرب أبت العزيمة اليوم أن تظل حبيسة القلوب، وكلمة الحق سجينة الأفواه. نقول لأخواتنا في فلسطين إن الله معكم. جايين باش نتضامنوا مع أطفال فلسطين وفلسطين كاملة، وأصلا فلسطين حرة. الله أكبر الله أكبر. يا الله يا الله يا الله يا الله، منا غيرك يا الله ومنا غيرك يا الله. مولانا نسعى رضاك، لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين. هنا المغرب، وفي هذا اليوم الغر السعيد، رجاله ونسائه، أطفاله وشيوخه، شبابه وشيبته، اجتمعوا يا قدس الأقداس، ليقولوا لك بلغة الحال: أنت الغالية وروح الروح سكناك. ويا مغربي يا مغربي يا مغربي عندما قامت الجماهير وأطاحت برموز من الاستبداد والاستكبار في العالم العربي، ظهر أن هذه الجماهير بإذن الله قادرة ليس فقط على الإطاحة بهؤلاء الرموز، رموز الخيانة ورموز الاستكبار والاستبداد، ولكن أيضا قادرة إن شاء الله عز وجل أن تعبئ الأمة من أجل فلسطين ومن أجل القدس ومن أجل المسجد الأقصى المبارك. فإن كان أهلك مقدسي الجنسية وفلسطينيها،
فإننا هنا مقدسي الروح وفلسطينيها، والروح أبقى من الجسد، وكيف للروح أن تهدأ وحاميها يهان. الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين. بسم الله، اجعلها نار 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 في صفاف الاستقبال. بسم الله، اجعلها نار 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 في صفاف الاستقبال. صهيوني حبيبي حبيبي سلام انظر. إن شاء الله أقولها في وجهك، الثورات العربية سوف تفك القيد عن فلسطين. يا قدس صلاح، يا قدس القسام والشيخ ياسين، عشاقك بالمغرب بصوتك اليوم ينادون، فهل يا تراك أنت مصغية؟ هي رسالة من أبناء ياسين وحفدته وخلانه للعالم بأسره، ليروه كيف يكون المؤمنين في تواديهم وتراحمهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قدام الشهداء ما يمشي هذا، قدام الشهداء ما يمشي هذا. ويا حكام الذل والعار، الشعوب لن تنهار، الشعوب لن تنهار. هذه المسيرة جاءت في إطار تعبئة الأمة للمسيرة العالمية الكبرى التي ستجري إن شاء الله عز وجل اليوم 30 من مارس المقبل. يا شعبي قولوا كرار، يا شعبي قولوا كرار، وتأمل هذا الهضرة، وتأمل هذا الهضرة، كيف الأقصى يتحرر، كيف الأقصى يتحرر. نعم، هذه الجموع لك يا أقصى قد احتشدت، والإيمان بقلوبها متدفق، وخصال 10 على الأرض قد تجسدت، وخطاها على المنهج النبوي قد سارت. الشعب يريد تحرير الأقصى، الشعب يريد تحرير الأقصى. إسرائيل بالطائرات، إسرائيل بالطائرات، الأنظمة بالراقصات، الأنظمة بالراقصات. إسرائيل تدبح، إسرائيل تدبح، الأنظمة تصرح، الأنظمة تصرح. قلك دولة الإسلام، الصهاينة بالوسام، يا لطيف على بهتان، يا لطيف على بهتان. صهاينة في البرلمان، صهاينة في البرلمان. ويقينا منها بموعود الله المبين أن التمكين في الأرض للمؤمنين، وأن أرضنا المقدسة لن يدخلها من أمتي إلا الأحرار، أحرار النفس والروح والجسد. غير تشعل، غير تشعل، وغير تشعل، غير تشعل. فلسطين هي المشعل، فلسطين هي المشعل. كل مكان في كل جهة، فلسطين في الواجهة، فلسطين في الواجهة. في كل شارع، في كل حارة، فلسطين في الصدارة، في كل مكان في كل جهة، فلسطين في الواجهة. الدماء بالأنهار، الدماء بالأنهار، والأقصى لن ينهار، والأقصى لن ينهار. الدماء بالأنهار، والدماء بالأنهار. ربنا إياك ندعو ربنا، النصر الذي وعدتنا، إننا نبغي رضاك
ويا شباب عالم المحمدي ينقص الكون شباب